اصدقائي احبابي متابعينا في كل مكان، اهلا بكم على قناه ايمن سبورت 2، حلقه جديده من حلقات فرفوش واصحابه. يا فرفوش ده انت بتقدم نمره ولا ايه؟ مفيش حاجة تعدي عليك خالص يا فاهم كده، لازم تحط التاتش بتاعك. المهم الف 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 مبروك لمنتخب مصر الاولمبي صعوده لنهائي افريقيا ووصوله لنهائيات باريس. الحمد لله وصل لأولمبياد باريس 2024. انجاز بقى، حقيقي انجاز. بس يا كوتش، هو ده اللي ربنا قدرك عليه تقوله يعني ولا ايه؟ ولا الماتش مش عاجبك ولا ايه؟ قول لي بس، يمكن الماتش مش عاجبك. لا، هو الموضوع يعني ان الفرقة بتاعت غينيا كانت كلها محترفين وعيال يعني حلوة ورجليها في الملعب حلو وبتاع، وكانوا ضاغطين على منتخب مصر حتى لو هم واخدين الاستحواذ مننا، وكانوا عاملين شغل جامد طول ال90 دقيقة. قدرنا ان احنا نخطف جون في الدقيقة 8 وايه، ونمنع عليه. هو بقى أمن ورا واعتمد على الهجمة المرتدة. اه فعلا، بس ده ما يمنعش ان هو يعني اكتشفنا نجم كبير اسمه حمزه علاء، حارس عملاق. فعلا الواد ده عمل ماتش حلو، 4 كرات جم عليه أهداف مؤكدة، وقدر ربنا يوفقه فيهم ويقدر يصدهم. ولا الخط الدفاع، العيال كانوا واقفين يعني وقفه رجاله. ده حسام عبد المجيد اللي بيلعب في الزمالك وبيخبط ويرزع، ده كان اسد في الماتش. هما كلهم كانوا رجاله بصراحه، يعني البعض شكك فيهم والبعض بيعترض على اسلوب لعب المدرب الاجنبي ده. بس اداء الفرقه المهم في الاخر انها وصلت لنهائي افريقيا لسنه اللي تحت السن 23 سنه، ومش كده وبس، ووصلت لاولمبياد باريس. يعني اللي انت رايح له المغرب علشان تلعب البطوله حققته. اما بقى لو انت حققت البطوله يبقى ده خير وبركه يا معلم. امال مين اللي جاب الجول؟ اللي جاب الجون محمد شحاتة بشوطة حلوة، وجويرو ضيع كورة في الثانية الأخيرة، والواد حسام عبد المجيد جاب جون بس اتحسب اوفسايد. المهم هم كل 90 دقيقة اللي عملوه كورتين 3 بس فيهم الدواء، والحمد لله اللي الماتش خلص على كده. اصدقائي احبابي متابعينا في كل مكان، وبكده انتهت حلقتنا النهارده. يا رب نكون اسعدناكم، يا رب نكون وفقنا، ويا رب ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه، ومع حلقه جديده من حلقات فرفوش واصحابه.